هو ده بقى وقتها في الحر دوت اللي احنا فيه حاجة كده ترتب علينا. هنعمل مع بعض النهاردة الايس كريم المانجا، مانجا طبيعي هنعملها حلوة قوي وشوية اضافات كده هتحطيها عليها هتطلع معاكي بالظبط زي بتاعت بره واحلى بكتير، وحاجة في منتهى الجمال. وطعمها خطير. ولو اول مرة بقى بتشوفيني انا مطبخ يسر، اعملي لايك واعملي شير واعملي اشتراك، ويلا بينا نشوف الوصفة القمر دي عملناها ازاي. انا هنا كان معايا كده منجتين، يعني حوالي نص كيلو كده من المانجا. قطعتها كده وحطيتها في كيس التخزين، وحطيتها في الفريزر جمدت معايا، بس لما طلعتها من الفريزر خليتها تفك شويه عشان لما اضربها في الكبه ما تبوظش معايا الكبه. تمام. وهضربها بقى كويس جدا لحد ما انت شفتي كده الشكل بتاعها كده، عايزاها تبقى سايله كده زي ما شايفاها، واتضربت كويس. وبعد كده هضيف لها معلقه كبيره من عسل الكلوكوز. هنا بيديها قوام حلو برضو، وبيديها برضو الطعم جميل. وهضربهم بقى كويس جدا لحد ما عسل الجلوكوز ده هيدوب كده في المانجا. ضربتهم بقى كويس كده حوالي دقيقتين تلاتة. هحط 4 معالق كبار من الكريم من كريم جانتي، او ممكن تضيفي الباكو. وضفت كمان 3 معالق كبار من السكر البودر. وضفت هنا علبة زبادي اللي هي 105 جرام، اللي الزبادي زي ما انت شفتيها دي كده. وهضربهم بقى كويس جدا، يعني اقعدي كده بتاع 10 دقايق اضربي فيها لحد ما هتبقى بالقوام ده، وكل المكونات كده هتدخل في بعضها كده زي ما انتوا شفتوها. وبعد كده هاخدها بقى وهفضيها كده في علبة. طريقتها خطيرة وحلوة قوي، والولاد في البيت هيفرحوا بيها جدا. هفضيها بقى كده كلها زي ما انتوا شايفين كده، مش هخلي ولا اي حاجة في الكبة من كتر طعمها وحلاوتها. خلاص كده هسويها بقى كده، سوي الوش بتاعها، وهغطيها كده بالغطا بتاع العلبة خلاص، واحطها بقى في الفريزر ليلة كاملة في الفريزر، من بالليل مثلا لحد الصبح يعني يوم كامل. انا حطيتها كنت عاملاها بالليل وخليتها لحد تاني يوم بالليل تاني برضه، عشان تعرفي بقى لما تطلعيها كده من الفريزر كده زي ما انتوا شايفين شكلها، تعرفي كده تطلعيها وتبقى ماسكه نفسها وتبقى حلوه معانا. ايه رايكم بقى في الجمال ده الايس كريم؟ واللون بتاعها خطير طبيعي، ولا حطينا لها لون ولا عملنا فيها اي حاجه، هي مانجا طبيعي حلوه قوي في منتهى الجمال طعمها. بصوا بقى هنحط بقى، هرش كده بقى من على الوش الحاجات ديت الاطفال بقى بيحبوها قوي. اسمه فارماسي، بس دوت فارماسي اللي هو الملون، افتكرت الاسم بتاعه. ايه رأيكم بقى في جمالها؟ بصوا خطيرة، لازم بقى تجربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها. مع السلامة.